السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. قبل أن نبدأ أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إن دخول الجنة هو الغاية التي يطمح إليها المسلمون في كل زمان، فإذا رضي الله تعالى عن عباده وأدخلهم جنته فقد فازوا بالرضوان والنعيم المقيم الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. أما عن وصف النساء في الجنة فقد ورد تفصيله في القرآن الكريم والسنة، فجاء في وصفهن أنهن كاللؤلؤ المكنون، أي اللؤلؤ الصافي الأبيض، كما أنهن كصفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ. في هذا الفيديو سنخبركم بصفات نساء الجنة لتلتزم بها كل فتاة تريد أن تدخل الجنة. قال الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. هذه الآيات والأحاديث تبين صفات النساء الصالحات، والتي سنذكرها بالتفصيل كالتالي: طائعة لله عز وجل، وهي الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، فهن محافظات على الصلوات وعلى صيام شهر رمضان كما يرضي الله جل وعلا، وعلى ذكر الله تعالى، ومنهن علاوة على ذلك من لهن نصيب من قيام الليل والخلوة في الثلث الأخير واغتنامه. صابرات عند المصائب، فهن صابرات محتسبات أجرهن عند الله تعالى، فلا يجزعن ولا يسخطن ولا يقولن إلا ما يرضي الله تعالى. سباقات لصنع المعروف والخير، يقدمن ما يستطعن من أعمال الخير دون ما مقابل ودون من ولا أذى لمن طلب منهن ذلك ولمن لم يطلب. عفيفات طاهرات، حافظات لأنفسهن وجوارحهن، لا يفشين أسرار بيوتهن، ملتزمات لبيوتهن، لا يخرجن لغير حاجة، وإن خرجن التزمن بالضوابط الشرعية. تحملن الأذى من أجل دينهن، فالتزامهن بالشرع وبالحجاب يجعلهن عرضة للسخرية والاستهزاء أحيانا، وذلك لاتهامهن بالتخلف والرجعية والتشدد. لا يخفن في الله لومة لائم، فينصفن المظلوم ولا يرضين بغيبة أحد أمامهن. زاهدات، فهن راضيات بما وهب الله لهن بلا تكليف أنفسهن ما لا يطقن. طائعات لأزواجهن، فإن نظروا إليهن أسررنهم، وإن غابوا عنهن حفظنهم، وإن أمروهن أطعنهم. مربيات لأولادهن، فهن حريصات على تنشئتهم النشأة الصالحة ليكونوا الجيل الصالح الذي ينهض بهذه الأمة. داعيات إلى الله تعالى، فهن حريصات أشد الحرص على الدعوة إلى الله وإلى دينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم،